السلام عليكم المشاهدين ديالنا الأعزاز المتتبعين الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة بحول الله. لقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن حال. المتتبعين الكرام، كما كتشوفوا من خلال صورة الفيديو، الأخت جوهرة مغربية أم يسرى ستيل. واش غادي نقول لكم، هذا صلح ولا بوز؟ طبعا حنا الصلح ما كنبغيوه، ما نبغيو حتى شي شتات للأسرة. طبعا حنا مع الصلح ومع الأم ترجع لبنتها والبنت ترجع للأم ديالها. حنا بغينا غير الشمل يتجمع طبعا، ولكن خلال هاد الضجة اللي دارته اخت سعاد، هاد الفيديو اللي دارته واللايفات وجمعت عليها بعض المؤثرين والعائلة ديالها ووالديها ودايتهم يعني بهداك داك الضجيج والتصوير. يعني حنا ما بغيناش التصوير، حنا كيف كنقولوا الصلح باغيينه، لان راه ما يمكنش انا الام تفرق على بنتها والبنت تفرق على الام ديالها. يعني احنا الاسره المغربيه عندنا فيها واحد الرمزيه، عندنا فيها واحد المكانه كنشوفوها بواحد العين اللي سبحان الله، ماشي غير المغرب، على العالم كامل. يعني حتى واحد ما كيبغي الاسره ديالها تشتت. والام انها يكون فرق مع الام بهاد الشيء اللي وقع الاسره نتاع يسرى ستيل والام ديالها سعاد، راه ما تبغي حتى لشي حد. وشكون يعني هما اللي داروا هاد الشيء؟ يعني هما اللي داروه بيديهم وداروه بفمهم. الام دارت والبنت كملت، والبنت بدات والام كملت، وهكذا. يعني دخلوا المؤثرين، دخلوا اليوتيوبرات، هاد التيكتور، هاد المواقع التواصل الاجتماعي اللي رحنا فيه دابا. يعني هو اللي كان، هما بداو والمؤثرين كملوا، واحد يآزر واحد، وحده تآزر وحده، وهكذا شعلوا العوافي. ولكن احنا نقولوا الام تراجعات على هذاك الشيء. يعني قالت انا راني غلطه، وحتى هما غلطين، بغات الصلح. ولكن الاخت ماشي هذا هو الصلح، ماشي هكذا الناس كتصالح، ماشي تصالح الناس بالفيديوهات وبالتصاور وبالتصوير. لا لا لا، وماشي بالضغط. بنتك نفيسه، يعني نتيا بحال لا، انا نجيكنيش انا الاخت سعاد. يعني نتيا بحال حطيتي البنت موقف حرج، يعني بغيتي تحرجيها حدا المتتبعين ديالها. انا راني مشيت عندها وما بغاش تحل عليا يعني بالتصوير. لا لا، ماشي هكذاك. كاين طرق باش انك تصالحي مع بنتك، ولكن بديك الهرج وبهذيك المهراج اللي درتيه وبهذاك جمعتي والديك كبار، الام ديالك ما تقدش تمشى، يعني شله واش الناس غادي تيقك؟ الناس ما غاديش تيقك، كتقول لك راكي باغيه ديري غير فيديوهات وتطلعي غير القناه ديالك وكذا وهذا. ولكن يعني انتيا في الغلط وكتزيدي توقعي في الغلط. يعني انتيا دايره اخطاء وكتزيدي تعمقي الاغلاط ديالك. وبنتك يعني نفيسه، الضغط راه كيولد الانفجار. بنتك نفيسه، ما تضغطيش عليها، خلي مع الوقت هي راه ولات ما حسيت ربي يحط بالزول الرحمه، ما حسيت ربي يحط الرحمه، ما حسيتي.
ولكن بنتك حامله، بنتك عفوا بنتك ولدت نفيسه، ترضع وانتي بهذاك الهرج هاد الدقيقيه هاد الذبحي الحولي تما حدا الدار. واش هذا الروينه؟ باش هنا باش نعرفوا كجوهره مغربيه يعني انتي مرونه في التفكير ديالك. صراحه ماشي هادشي ماشي عقلاني وماشي حقاني اللي درتيه مع الابنه ديالك. حنا بغينا لكم الصلح، حنا ما بغيناش الشاتات. البنت راها باقا صغيره، راها ولات غادي تنضج مع الوقت، غادي ربي يحط الرحمه ما بيناتكم. وكوني اكيده. اما بهاد المهرجان اللي درتيه راه غير ماشي في الصواب، راه ماشي في الصواب، راه ما يتقبلوا حتى شي حد. يعني راه الناس راه كيقولوا بين انت داكشي درتيه بوز باللي انت بنتك. ونعاود نقولها لك ونكررها، حطيتي بنتك في موقف حرج، وحتى العائله نتاع بنتك. يعني الناس راهم كيقولوا العائله نتاع بكريشه هما اللي ما كيخليوش يسرى انها بغات تصالح معاك. هكا راهم كيقولوا، لان بهذاك الشيء انت اللي درتي انني غادي عند بنتي ديت لها الهدايا وديت لها الحولي وما بغاش يحلوا عليا الباب. ما يمكنش هذا الشيء. المهم اللي نقول لك الاخت جوهره وحتى الاخت يسرى، هانتي تريتي شويه، تعقلي شويه، ديري عقلك شويه. راكي كبيره وراس بارك الله ما شاء الله، راكي وليتي جده دركي. تريتي شويه ورتبي امورك ورتبي افكارك باش هكا توصلي للابنه ديالك اللي صراحه ضيعتيها مع الوقت، وضيعتيها بهاد الفيديوهات وبهاد الخرجات ديالك وبهاد اللايفات ديالك. حتى البنت ولكن البنت غادي نعذروها، غادي نقولوا البنت صغيره، البنت مراهقه. اما نتيا ما شاء الله راكي كبيره، ما راكي صغيره، راكي الام هي اللي كتجلب الوليدات ديالها لعندها، ماشي اللي تطلقهم. ولهذا الاخت سعاد تريتي وتعقلي، وان شاء الله ما يكون الا الخير، ويحط الرحمه ما بينك وبين بنتك.